السلام عليكم. لفتت مترجمة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأنظار خلال لقائه مع نظيره الأمريكي جو بايدن في بروكسل على هامش قمة حلف الناتو، وثارت تساؤلات عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن هوية تلك الشابة المحجبة. وبحسب وسائل إعلام تركية، فالمترجمة الشابة هي فاطمة قاوقجي أبو شنب، المتخصصة في العلاقات الدولية، وهي من أصول فلسطينية، ودائما ما تظهر إلى جانب أردوغان لتقوم بمهمة الترجمة خلال لقاءات رسمية مهمة مع زعماء العالم. فاطمة هي ابنة مروى قاوقجي، أول نائبة محجبة دخلت البرلمان التركي عام 1999 عن حزب الفضيلة بزعامة رئيس الوزراء التركي الأسبق نجم الدين أربكان، إلا أنها طردت وأسقط عنها الرئيس السابق سليمان ديميريل حينذاك الجنسية التركية، ومنعها من دخول البرلمان بسبب ارتدائها الحجاب بدعوى مخالفتها لأسس العلمانية التي بنيت عليها الجمهورية التركية الحديثة، الأمر الذي سبب أزمة سياسية كبرى في البلاد. كما أصدر حينها قرار قضائي بحظر حزب الفضيلة، ومنع 5 من قادته بينهم مروى من ممارسة العمل السياسي لمدة 5 سنوات. لكن الاتحاد البرلماني أصدر بيانا بعدم قانونية إسقاط عضوية البرلمان والجنسية التركية عن مروى، غير أنها طوردت في أنحاء البلاد فاضطرت إلى الهجرة للولايات المتحدة قبل أن تعود عام 2017 ميلادية وتستعيد جنسيتها، وهي اليوم سفيرة تركيا في ماليزيا، بينما تشتغل شقيقتها خالة فاطمة روضة قاوقجي عضوية البرلمان عن حزب العدالة والتنمية. كما جرى تعيين مريم قاوقجي الابنة الكبرى لمروة ضمن مستشاري الرئيس التركي، في حين تولت فاطمة منصبا في الرئاسة التركية كخبيرة في العلاقات الدولية، وظهرت كمترجمة خاصة لأردوغان في كثير من اللقاءات. وعملت فاطمة قاوقجي من قبل مساعدة بحث في أماكن مختلفة، منها منظمة بيكت فاند للحرية الدينية، ومركز وودرو ويلسون الدولي للعلماء، والكونغرس بالولايات المتحدة، بالإضافة إلى إتمام تعليمها في واشنطن العاصمة. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.